هنعمل النهاردة أحلى ستريبس ممكن تعمليه في البيت، أحلى من بره بكتير. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي. يلا بينا. معايا هنا بقى نص كيلو من الفراخ البانيه، هنقطعها شرايح كده، ما تكونش رفيعة قوي ولا تخينة قوي، وممكن كمان تقطعيها صوابع زي ما تحبي. في طبق غويط هنا ضفت 2 من البيضة، عليهم كوبايتين من الدقيق، ونزلت بيهم كده بملح وفلفل اسود وبابريكا ومكعب من مرقة الدجاج، وكمان نزلت بمعلقة من الكركم وكوباية من المية لحد ما يديني القوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هغطيها وهحطها في التلاجة لمدة 3 ساعات. وهجيب بقى طبق غويط كده تاني نحط فيه الخلطة التانية، عبارة عن بقى كوبايتين من الدقيق وكوباية كبيرة من النشا، وهننزل بنفس التوابل: ملح وفلفل اسود وبابريكا وكركم وكمان مكعب من المرقة. بعد هنا ما طلعت الخلطة من التلاجة، هاخد كده الفراخ البانيه واحطها كده في الخلطة بتاعة الدقيق. وبعد كده هنحط بقى زيت غزير لازم يكون سخن جدا، وهننزل بقى بالستريبس بتاعنا. وكمان عايزة تحطي شطة عشان يبقى سبايسي، مفيش اي مشكلة، دي اختياري. وهنا بقى بعد ما طلع زي ما انتوا شايفين لونه ذهبي ومقرمش جدا وطعمه خطير واحلى من بره بكتير، وكمان حاجة مضمونة في البيت. بصوا بقى شكله عامل ازاي، بجد اعمليه وجربيه كده وقوليلي ايه رأيك. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس. اشوفكم على خير في فيديو جديد.